لا يا إخوة، لا تلتفتوا إلى هذا الكلام. هذه القنوات مباركة. هذا الكلام هذه القنوات مباركة. فهؤلاء المخذلة والمميعة يريدون أن يسقطوها بحجة أن القائمين عليها مجاهيل، حتى لو عرفها بعض المشايخ والعلماء. في مشايخنا أنهم سيثنون على قناة مثلا أريد زينك أو تنوير، يثنون عليها كتابات تصدر من بعض الجهات، مثلا طلاب مشايخ جازان، وهم لا يعرفون أحدا منهم، أو يعني لا يعرفون صحة وسلامة منهج هؤلاء، وطعن في العلماء إذا قلتم بهذا. إذن أريحوا الناس من هذا الضجيج. لو عرفتموه أنا أعرف من وراءها، حتى لو عرفت ما قبلت من القائمين على بعض هذه القنوات. فلذلك أثنوا على كتابات هذه يكتمون بهذا الاسم، هؤلاء نصر. يرعاكم الله أيها الأحبة. هذا جزء من كلام أبي مقبل، واستمعوا إلى شيخنا الشيخ الأزهر يؤدبه ويوقفه على الصواب ويحدد له موضعه الذي ينبغي أن يضع قدمه فيه. استمعوا. تكسروا أقلامكم وكونوا تبعا لكباركم، إلا أنهم أبوا وعارضوا وعاندوا، بل ليس هذا فحسب، تكلموا في من خالفهم بكلام شنيع. قد سمعت مؤخرا صوتية لأحدهم هذا الغمبي يقرر فيها تقريرات أسأل الله جميع. قد سمعت مؤخرا صوتية لأحدهم هذا الغمبي يقرر فيها تقريرات أسأل الله جل وعلا العفو والعافية لأجل هذه المسألة، ولا أظنه إلا جاهلا بمثل هذه المسائل، لأنه ما زال لم يشتد عوده في باب العلم وما زال صغيرا. أتى بتقريرات وقواعد خطيرة، لو كان يعي ويعلم معناها لكان متهما لسلف هذه الأمة. لا علينا حتى لا أطيل في هذا الباب. لقد سمعتم كلام الشيخ الأزهر يعقب على كلام أبي مقبل، فإنه شنع على طرف الذين أنكروا هذه القنوات المجهولة بدافع الغيرة على الدين، وتعلقوا بقاعدة من قواعد المنحرفين، وهي الغاية تبرر الوسيلة. ما دمنا لا نعرف أصحاب هذه القنوات المجهولة فغايتهم للناس واضحة ويستفيدون منها ويقررون المنهج السلفي. فجزا الله شيخنا شيخ الأزهر على هذا البيان، حيث إن الكثير من محبي أهل السنة ومن أتباع المنهج السلفي غرهم كلام هذا الغامبي أبي مقبل وهذه التقريرات الباطلة كما سمعتم على لسان شيخنا الشيخ الأزهر. وفي آخر الأمر سترون من أبي مقبل التسلط على الشيخ الأزهر، لأن كل من مع أبي مقبل اليوم يراسله ويزكي، فاعلم أنه غدا عليك سينقلب عليك ويقدح فيك ويرميك بكل قبح. فاعتبروا يا أهل السنة قبل فوات الأوان. كل من زكى هذا المدعو بأبي مقبل الغامبي في الأيام المقبلة سترون فجوره في الخصومة، ويقول كما قال في صوتيات سابقة: أنت الذي أتيت وزكيتني وأنا لم أطلب منك تزكية، وأنت الذي رأيتني في الدعوة وبلغتك جهودي فأثنيت علي، فإن سحبت تزكيتك
من أبي مقبل فهذا شأنك، ويدنسك ولا يراعي منزلتك في قلوب أهل السنة. تفعل هذه القناة الأخرى مثلا أريد زينك والتنوير، يعني كم فضحوا فركوسا. كثير من الشباب في العالم الإسلامي ما عرفوا حقيقة ما عليه فركوس إلا من طريق هؤلاء، ولكن هذا الذي يؤذيهم. الآن يريدون أن يشوهوها كما يفعل أبو عمر هذا الشنقيطي الذي فتن بآخره. لهم من سيوصل هذه الأشياء إليهم؟ لأنهم قنوات مباركة، ولا يعني انظروا فيها، هل تنشر ما يخالف المنهج السلفي؟ لا والله، تفضح هؤلاء المميعة، تفضح هؤلاء، فلذلك غضبوا وبدأوا يشوهونها بهذا. هم مجاهيل، لعل الذي وراءها، لعل كم سنوات طلاب مشايخ جازان على الاستقامة والحمد لله، ينشرون منهجهم واحد، يدافعون. يعني أصحاب هذه القنوات، هؤلاء هم الذين يدافعون عن مشايخنا. والله لو قبلتم ما يريدونه منكم هو إسقاط هذه القنوات، عند ذلك سترون ماذا سيفعلون بعلمائكم وبمشايخكم، سيصلون إليهم. بيننا وبين بعض إخواننا في هذه التي تعرف بالمصادر المجهولة، القنوات والمجموعات المجهول أصحابها. نحن قلنا، وهذا تبعا لعلمائنا، لأننا لا نأتي بشيء من عند أنفسنا، ما نحن إلا تبع لغيرنا، متمثلين قولهم يعني سلف هذه الأمة. لو سكت الجهال لقل الخلاف، ولو أن أرجعنا الأمور إلى كبارنا لاجتمعت كلمتنا. الخلاف سببه دخول الصغار وتطاولهم وجرأتهم في مسائل ليست لهم بحال. وتكلم العلماء في هذه المسألة، وقالوا لهؤلاء: تكسروا أقلامكم وكونوا تبعا لكباركم. وهي التي يعني تدفع هذا الهجوم، لأن هؤلاء ليست المشكلة بينهم وبين أصحاب هذه الصفحات، المشكلة بينهم وبين أو مجنونا يعني يغمز في الشيخ عبد المجيد الجمعة، لا تجدهم يحذرون القنوات، ادخل فيها، هل ترى فيها مخالفة؟ أبو زياد هنا لما ليس للحصر، مثلا قناة التنوير وأريد زينك وطلاب مشايخ جازان وعليكم بالسبيل ونحو ذلك، هذه القنوات على سبيل المثال فقط يحذرونكم منها بدعوى لا نعرف القائم عليها. وكذلك الصفحات الأخرى التي على الفيسبوك، شفت هؤلاء يريدون الحق، والله كلمة حق أريد بها باطل. اي والله، قناة ما رأيت فيها مخالفة شرعية، ولا رأيتهم ينشرون فيها بدعة، ولا رأيتهم ينشرون فيها ما يخالف المنهج. الشيخ الأزهر يقول أبو مقبل الغامبي يقرر في كلامه هذا باطلا، وقال: ولا أظنه إلا جاهلا بمثل هذه المسائل. وقال: لأنه ما زال لم يشتد عوده في باب العلم. هذه شهادة شيخنا شيخ الأزهر في أبي مقبل الغامبي. وقال: وما زال صغيرا. وقال: أتى بتقريرات وقواعد خطيرة على لسان شيخنا شيخ الأزهر سنقرأ حفظه الله تعالى. يا من يتعصب لأبي مقبل، هل سيروغ لك هذا الكلام؟ هل ستنشر كلام الشيخ الأزهر من هذا الكلام بعنوان كلام الشيخ الأزهر حفظه الله حول الخلاف الحاصل بخصوص القنوات المجهولة
واعتمدوا أن الغاية، وقال شيخ الأزهر الغاية لا تبرر الوسيلة، ردا على هؤلاء. وجاء في يوم الخميس في 30 من شهر رجب لعام 46 و400 وألف من الهجرة، الموافق كذلك 30 من شهر يناير لعام 2025 ميلاديا. وكلام أبي مقبل هذا جاء في ليلة الجمعة 10 من شهر رجب لعام 46 و400 وألف من الهجرة، الموافق 9 من شهر يناير لعام 2025. جاء في نفس الشهر ونفس التاريخ، إلا أن كلام أبي مقبل في هذه القضية مقدم، وكلام شيخنا الأزهر سنيقرأ حفظه الله تعالى هو المتأخر عن كلام أبي مقبل، وكان يعقب على كلام أبي مقبل وعلى تقريراته الباطلة وقواعده الخطيرة كما قال شيخنا شيخ الأزهر. وعنوان صوتية أبي مقبل عنوان بعنوان حتم سعي المميعة في التشكيك من قنوات نفع الله ونصر بها الدعوة السلفية كالتنوير أو أريد زينك وتلميذ مشايخ جازان بدعوى أن أحوال القائمين عليها مجهولة. كتبوا لشيخ أبي مقبل الأثري باء وفقه الله سددا في غضون 15 دقيقة، وكلامه طويل جدا. أن هذه القنوات جاءت بأمور وجاءت بحقائق، تقريرات وقواعد خطيرة. لو كان يعي ويعلم معناها لكان متهما لسلف هذه الأمة. لا علينا حتى لا أطيل في هذا الباب. هؤلاء ربما يعترض معترض أن هذه القنوات جاءت بأمور وجاءت بحقائق وجاءت بكذا وجاءت بكذا، يعني نتائج. لا يأتي آتي ويقول الغاية تبرر الوسيلة. المهم أنا وصلنا لفضح أولئك وفلان وفلان بمثل هذه القنوات، يعني إلا هذه القنوات التي تتكلم وتبين الحق وتصدع به، إذا لا خير فينا، لا خير فينا. إذا كان من يصدع في الحق بالحق منا لا يعرف، لا خير فينا. أصحاب الحق يصدعون به ويبينونه للناس ولا يكتمونه، ولله الحمد والمنة. والباطل فضح قبل أن تكون هذه القنوات أصلا. أسهمت بقدر مشكورة على ذلك، ولكن لا ينبغي أن تفرض نفسها مصدرا من مصادر التلقي. الجهالة علة قادحة يا إخوان. لا نأخذ أحكامنا ولا ننقل أخبارنا عن المجاهيل. إذا كان في زمن الصحابة الجيل الأول الجيل الفريد قالوا كان الرجل إذا قال رسول الله يريد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتدرناه بوجوهنا أو بنفوسنا. ولكن بعدما وقعت الفتنة أصبحنا نقول سموا لنا رجالكم. لابد أن نعرف من صاحب. قد تعدل إنسان أنا أجرحه أخالفك في هذا. أنت لست معصوما وأنا كذلك، نختلف في هذا. ولكن لو جلسنا وجئت بما عندي وانت جئت بما عندك نصل إلى، لأن الجميع طالب حق، نصل إلى الحق، إلى النتيجة. لكن الخلاف وارد
المهم أيها الأحبة في الله، لقد أصغيتم إلى طرف من تقريرات أبي مقبل الباطلة كما شهد بذلك شيخنا شيخ الأزهر سنيقر حفظه الله تعالى. وهذا الكلام أيضا الأخير من كلام شيخنا شيخ الأزهر في غضون 6 دقائق، فكلام مفيد جدا ينبغي أن تنشروه في نطاق واسع جدا ليعلم القاصي والداني تدخل هذا الذي لم يشتد عوده في العلم بعد، المدعو بأبي مقبل، في قضايا لا يحسن الدخول فيها ولا يعالجها علاجا كعلاج العلماء، وإن كان يتدخل بين العلماء في بعض المسائل في بعض الأمور لكي يشار إليه بالبنان ويذيع صيته بين أبناء أفريقيا وبين علماء أهل السنة في هذه الأقطار الأرضية كما لا يخفى عليكم، نسأل الله السلامة. والذين نشروا تزكية لشيخ الأزهر لهذا الرجل المدعو بأبي مقبل الغامبي في وقت سابق بأن شيخ الأزهر يقول، يتصل بي شخص من غامبيا أقول له أبلغ تحيتي لأبي مقبل الغامبي، جمعتنا الغيرة على السنة ولم نلتقي ولم أره، فأشهد الله أنني أحبه وكذا. انشروا هذا الكلام أيضا إن كنتم صادقين في ثقتكم في شيخنا شيخ الأزهر، انشروا هذا الكلام في الناس وفي مجموعاتكم. نعم، تعلقتم بتزكيته لأبي مقبل، وكذلك إذا عقب على كلامه وأوقفه حده فينبغي أن تنشروا أيضا لعله يرعوي ويكف ويعرف أين يضع قدمه. أخوكم أبو عثيمين عثمان فريق قسمة، هذا ما تيسر، نسأل الله السلامة. وإنما فقط أشير إشارات ولا أتقدم بين يديه شيخ، وكلامه لا يحتاج إلى تعليق، لكن من باب لأوقظ النائم وليتبصر المغتر والمعجب بحال هذا الرجل المدعو بأبي مقبل الذي يشتت هذا الصف السلفي في ديارنا ويسعى إلى تمزيق السلفيين بأخلاقياته السيئة وكذلك بتقريراته الباطلة ودخوله في القضايا بأصول وأمور خطيرة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يوم السبت 1 من شهر فبراير لعام 2025 ميلاديا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.